تتأكد أول حاجة إن كارت الشاشة متعرف، لازم يكون أيقونة AMD ظاهرة كده لو كارت AMD. لو كارت نيفيديا هيبقى ظاهر نيفيديا كنترول بانل، هيظهر قدامك التفاصيل كده الكارت تمام. لأن ممكن يكون الكارت ظاهر قدامك على الديفايس مانجر إن هو متعرف وكل حاجة، لكن بيبقى تعريف وهمي مش أو تعريف مش أوريجينال، فبيعمل مشاكل مع الألعاب أو أي برنامج محتاج جرافيك. فأنت لازم تتأكد إن الأيقونة بتاعت نيفيديا أو AMD ظاهرة بره قبل طبعا التست وقبل أي حاجة. تاني حاجة لازم تكون متأكد إن أنت موصل الشاحن. هتفتح برنامج التست، هتفك ضغطه الأول، أو ممكن تفتحه من الضغط عادي مفيش أي مشكلة. أول ما يفتح معاك علم على فول سكرين، بعد كده اختار الريزوليوشن. عشان تختار الريزوليوشن الصح لازم تختار نفس الريزوليوشن بتاع الشاشة. هتعرفها ازاي؟ هتفتح ديسبلاي سيتنج عشان يفتح لك الريزوليوشن بتاع الجهاز قد ايه. هنا زي ما انت شايف الريزوليوشن هيكون 1920 في 1080، فنفس الريزوليوشن ده تختاره على الفورمارك. هيفتح معاك بالشكل اللي قدامك ده. البرنامج ده عموما بيضغط على كارت الشاشة عشان خاطر يشوف كفاءته عاملة ازاي. فانت اللي يهمك في القصة دي كلها ايه؟ الفريمات والحرارة بتاعت الكارت. هنا الحرارة في الخمسينات. فانت هتسيب البرنامج ده شغال حوالي 5 دقايق. بعد ال5 دقايق دول امتى بقى تعرف ان في مشكلة؟ لو لقيت الجهاز فصل معاك، فصل فجأة، ده كده في مشكلة في كارت الشاشة. لو لقيت الجهاز جاب شاشة زرقاء برضو نفس القصة، كده في مشكلة في كارت الشاشة. لو لقيت حرارة الكارت عالية بس ما بيفصلش، بس حرارة عالية، فده كده برضو في مشكلة. ده مع الوقت ومع الاستخدام هيقطع منك كارت الشاشة. فانت خلي بالك من النقطة دي. واهم حاجة زي ما قلت لك تكون موصل الشاحن عشان تاخد اعلى كفاءة للكارت.